السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في مطبخ انس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل الطعمية او الفلافل المصرية، طبعا اللي احنا اتربينا عليها واللي الفطار ما يحلاش من غيرها. طبعا معايا نص كيلو فول مدشوش، طبعا غسلته كويس قوي وبعدين هنقعه ليلة كاملة في المية زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هسيبه ليلة كاملة يتنقع في المية علشان نبدأ نعمل الطعمية بتاعتنا. خلاص كده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا كده بات ليلة كاملة في المية، يعني 24 ساعة بايت في المية علشان يبقى بالشكل ده، يبقى طاري كده، ولما اجي افرمه في الكبة يتفرم بسرعة. ده فول الطعمية اللي اسمه فول مدشوش. طبعا معايا بقى خضرة الطعمية، معايا كزبرة خضرة، ده ورقتها كده زي ما انتوا شايفين، ومعايا كراطة واحدة، طبعا مستخدمة الكراطة كاملة بالورق بتاعها بالراس بتاعتها بكله، ومعايا مصري، ومعايا توم، ومعايا بصل اخضر، ومعايا بقى التوابل، معايا كزبرة ناشفة، ومعايا ملح، ومعايا رشة كمون، ومعايا كربونات. معايا الكبة بقى كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ اول حاجة افرم الفول بتاعي. طبعا مش هبدأ بالخضرة لان انا عايزة الفول يتفرم الاول. هبدأ انزل الفول كده واحدة واحدة. طبعا طول ما احنا واقفين في المطبخ نستغفر ربنا ونصلي على الرسول، هنلاقي كل حاجة اتعملت بمنتهى السهولة والبساطة. طبعا بعد ما ضفت الفول كده في الكبة هضربه وارجع لكم تاني. طبعا ضربت الفول بتاعي كده زي ما انتم شايفين، طبعا هو لسه عايز يتطحن كمان، بس انا بوريكم اول ضربة فيه. هبدأ بقى احط عليه الخضرة بتاعتي. طبعا مكونات الخضرة بتاعة الطعمية نقولها تاني: مصري، وكرات، وبصل اخضر، وكزبرة خضراء، وتوم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا ما شاء الله الله أكبر، الخضرة جميلة جدا 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 في السوق، لأن احنا طبعا دخلنا على الشتاء. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم وعلينا يا رب الخير، الأيام بالخير والسعادة والصحة والهنا. طبعا ضفت كمية من الخضرة بتاعتي، ما ضفتهاش كلها لأن اوريدي في كمية من الفول لسه ما اتفرمتش. ببدأ بقى اغطي الكبة كده. طبعا موال هتقعدي طول ما انت بتفرمي بالكبة تجيبي المعلقة بتاعتك، يعني تضربي شوية وبعدين تجيبي المعلقة تنزلي الخضرة تحت وتطلعي الفول فوق لحد ما يتفرم كله نهائي نهائي. هي دي الكمية بتاعتي، فرمتها كلها فرم ناعم. هتفضلي تقلبي بالمعلقة في الكبة، يعني تفرمي شوية وتقلبي شوية، تفرمي شوية وتقلبي شوية لحد ما يبقى خليط واحد متجانس لون واحد كده زي ما انتوا شايفين. طبعا هنزل بالتوابل بتاعتي كلها ما عدا الكربونات. ليه بقى؟ هقول لكم دلوقتي ليه مش هنزل بالكربونات بتاعتي. طبعا انا مش هعمل الطعميه دي كلها دلوقتي، يعني هحتفظ يعني ب3 اكياس على الاقل في الفريزر، وهوريكم طريقه الحفظ ازاي. فطبعا ما ينفعش ان انا احط كربوناته على الطعميه وهي محفوظه في الفريزر، بيخليلي يعني الطعمية تمرر، ممكن الطعمية متظبطش. فما ينفعش ان انا احفظ الطعمية في الفريزر بالكربوناتو. طبعا انا هحط معلقة كربوناتو صغيرة على الكمية اللي انا هستخدمها دلوقتي، انما الكمية اللي انا مش هستخدمها هحفظها في اكياس في الفريزر، ووقت ما اجي استخدمها ارش عليها رشة كربوناتو. ببدأ اقلب كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا الفطار ما يحلاش من غيرها. هبدأ انقل بقى الكمية اللي انا هعملها دلوقتي، هنقل في طبق والباقي زي ما قلتلكم ان انا هفرزه.
طبعا فطار اساسي يوم الجمعة الطعمية والفول، الله، والبتنجان والفلفل المقلي وحاجة كده عسل عسل عسل. طبعا اخدت كمية حلوة كده محترمة في الطبق ده. هبدأ احط عليها بقى رشة كربونات صغيرة واقلبها، وهستخدمها دلوقتي معاكم برضو. انما الكمية التانية دي هحفظها في اكياس في الفريزر. طبعا لا بتسود ولا بيجرالها اي حاجة خالص. خلاص كده حفظت 3 اكياس طعمية. زي ما انتوا شايفين كده بتحطي الكمية في الكيس وبتبدأي تطلعي الهوا تماما 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 تماما. يعني بتحطي في الكيس وبتبدأي تضغطي بايدك على الاكياس علشان الهوا يطلع خالص، علشان لا قدر الله ما فيش تلج يدخل في قلب الكيس، فبالتالي ان هو هيسود لي الطعمية وهتيجي تعمليها تلاقيها سودة. طبعا حطيت اول واحدة كنت بختبر الزيت بس. طبعا ببدأ اكبب بايدي كده او اصبع بايدي كده زي ما انتوا شايفين. الله على ريحة الطعمية، الله مش قادرة اقول لكم. طبعا في ناس بيقولوا عليها فلافل، احنا متعودين على الطعمية وفلافل برضو بس الاكتر الطعمية. بعد ما كببتها كده زي ما انتوا شايفين معايا طبق فيه سمسم، ببدأ بس احط ايدي على السمسم وابدأ احط ايدي على الطعمية زي ما انتوا شايفين كده. الطعمية واخدين بالكم من الطعمية، وببدأ احط في الزيت بتاعي سخن جدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الطعمية دي بقى عايزة عيش بلدي وجنبها طبق فول وجنبها طبق بتنجان، وبصي اضربي اضربي اضربي. او بصوا حاجة تانية انا بعشقها بالفينو، حاجة كده عسل عسل عسل. ببدأ بقى اشكلها بايدي كده زي ما انتوا شايفين، وببدأ احط ايدي على السمسم وبعدين احطها على الطعمية. ببدأ بس اظبطها من الجوانب علشان تبقى مدورة، وببدأ احط ايدي على السمسم وببدأ احط على الطعمية. واخلي بالي وانا بحط الطعمية في الزيت لا قدر الله علشان الزيت بيبقى سخن جامد. وخلاص بقى هعمل بقية الكمية وهنقدمها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ اعمل بقى لحد ما املى الطاسة بتاعتي. طبعا لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد انا بعمله، ولايك وشير للفيديو حبايب قلبي. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا. وعايزة رأيكم في الكومنتات في الوصفات اللي انا بعملها، واذا كنت بفيدكم بحاجة في الوصفات ولا لا. طبعا في واحدة احمرت اللي انا حطيتها اول واحدة اللي كنت بختبرها، طبعا لسه كله ما اتحمرش. وخلاص يلا بينا نقدم الطعمية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شايفين الجمال والحلاوة، شايفين التحفة. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم، وأتمنى ما كنتش تقلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.